الله أكبر، شايفين الجمال ده يا بنات؟ كعكة ناعمة وبتدوب في البق دوب. بكيلو دقيق بس هتعملي كحك يكفيكي ويكفي أحبابك. بسم الله. معايا كيلو دقيق، هضيف عليه معلقتين سمسم محمصين ومعلقتين سكر بودرة، معلقة صغيرة من ريحة الكحك، نص معلقة بودر وذرة ملح، ونقلب المكونات كل ده مع بعضه كويس. ومعايا 550 جرام من السمنة، قدحت نصهم والنص التاني هحطه بارد على الكحك علشان ابقى خدت طعمين السمنة. هقلب السمنة بالمعلقة لغاية ما تبرد شوية وابتدي بقى ابسه بايديا. ومحدش يستقل بموضوع البس ده يا بنات، لانه بيتحدد عليه نعومة الكحك وجودته. وعايزاكي تفضلي تبسي لغاية ما يتقطع نفسك يا جميلة. والبس هو انك تفركي العجين بالطريقة دي زي ما انت شايفاه قدام. ولازم تعملي شير للفيديو ده لكل اللي هياكل الكحك بتاعك عشان يعرف قد ايه انت تعبتي. وانت بتجهزي الخميرة بتاعة الكحك من الاول، نص كوباية مية على لبن ومعلقة خميرة ومعلقة سكر، وقلبهم كويس واخليهم على جنب. والخميرة بتاعتك اول ما تعمل رغاوي كده معناها انها نجحت. وقبل ما اضيف الخميرة على العجين اقلبها كويس واضيفها على العجين. خلي بالك احنا بنلم العجين كده بس من غير العجن يا بنات عشان ما يعملش عرق معانا. يعني ما تضغطيش على العجين جامد عشان ما تتحولش العجينة منك لعيش. الكحك مش بنسيبه يخمر، بنغطيه ونسيبه يرتاح ربع ساعة ونشتغل فيه. بعد كده انا هحشي بالملبن، وانتي تقدري تستخدمي النوع اللي بتحبيه للحشو. معايا ربع كيلو ملبن، هضيف عليه معلقة سمنة بلدي حلوة كده، ونضيف على الملبن المكسرات المجروشة ومعلقتين سمسم محمص، واعجني كل الكلام الحلو ده كويس واعمليها كور صغيرة زي دي عشان تحشي بيها الكحك. كده العجينة بتاعتي ارتاحت. هقطع العجينة وافرغها بالشكل ده واحشيها بالملبن واقفل عليها كويس جدا عشان الملبن ما يطلعش منها اثناء التسوية، وابتدي انقشها واحولها من عجين لقطعة فنية وارصها في الصواني لغاية ما اخلص الكمية كلها. وكيلو الدقيق طلع حوالي 100 كحكاية. التسوية هشغل الفرن على درجة حرارة 190 واحطها في الرف الاوسط لغاية ما تاخد لون من فوق ومن تحت لمدة تلت ساعة. واول 10 دقايق اوعي تفتحي عليها. وبكده معانا احلى كحك. ما تنسوش تعملوا متابعة للقناة وجربوا الوصفة وابعتوا لنا رأيكم، وكل سنة وانتم طيبين.